السلام عليكم يا اخواتي. النهارده انا جايب فيديو جديد. الفيديو هيبقى عباره عن ان انا هختبر بوسي، هشوفها ان هي بتحبني بجد وما تقدرش تبعد عني وهتفضل ماسكه فيا. ماشي يا ماما. ايه يا بوسي؟ امسك. مالك؟ ادفع. 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 استني. خد بقى انا. هو مين اللي صبها، انت ولا امي؟ امك. انا يا حبيبي. هنصور ايه النهارده؟ بص انا ظبطت الرينج لايت اهو، وعايزك تشوفي لي الفكره، وكده كده الفكره بتاعتي انا عايز بقى فكرتي، مش عارفه. ايه؟ بتقول ايه؟ بقولك مش عارفه ايه فكرتي. مش عارفه اجيب فكره ايه؟ عادي هنفكر لها بقى، بس انا عايز طب اعمل يلا فكرة. نصور. انت هتعمل فكره ايه؟ بصي يا حبيبتي، بس الصراحه عايز اقول لك حاجه قبل الفكره. تعالي بس اطلعي قدام كده عشان ما تحكيش من عينيك. عايز ايه؟ في حاجه انا عملتها حاجه ايه؟ بس انا كنت مخبيها عنك. حبيت تعمل مصيبه. انت بتعمل مصيبه وتيجي تحكيها لي. لا والله مش مصيبه، هي حاجه في مصلحتي ومصلحتك. ايه بقى؟ استعدي، هي حاجه احتمال يعني 90% تفرحك. هتجيب لي خاتم الماس. الماظ ايه يا حبيبتي؟ الماظ ايه؟ خلاص يبقى هتجيب لي خاتم دهب. انا هسافر يا بوسي. هنسافر تروح. احنا مسافرين كده كده. انا هسافر خالص. نسافر تروح فين؟ مش هنروح شرم او هنروح كده، انا هسافر اروح تركيا. تركيا؟ والله ليه العظيم بابي والله. شغال هناك؟ لا يا حبيبتي، مش بابا شغال هناك، بس انا في واحد صاحبي شغال هناك، كان زميلي هنا في المنطقه، وسافر وهو عنده 15 سنه ومقيم هناك دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله عنده بيت فكلمني من اسبوعين بالظبط، قال لي شوف حالك رايح له زيارة يعني ولا رايح له ايه؟ لا رايح شغل. كلمني قال لي طب تعالى. ده حلو ده. حلو حلو مسافر. بجد. مسافر والله حلو. يعني اما بصي كلمني قال لي القبض، مسافر قد ايه قال لي يعني؟ القبض بمقام 25,000 مصري. معاه 25,000 جنيه مصري؟ ايه رايك؟ تركيا؟ تركيا قليل يا حبيبي. قليل. ده انا بقى هروح، مستقبلك. انا بقى هروح هناك اشوف الدنيا، فاهماني؟ بس في حاجه تانية يعني. وهترجع امتى بقى؟ تسافر امتى اصلا؟ انت معاك باسبور؟ ما هو انا بعمل دلوقتي فيديوهات الباسبور علشان انا هسافر بحكم الكليه بتاعتي. هتسافر؟ انت خلاص قررت؟ بجد؟ مش انت قلت لي خلاص سافر؟ قررت يعني انت مسافر؟ فاهمه، انا هاخد تأجيل من الكليه بتاعتي واسافر. قررت يعني. طب يا حبيبي ربنا معاك. هترجع على امتى كده؟ 3 سنين. عاوز انت بتهزر؟ 3 سنين بجد؟ ليه هتروح تتجوز هناك؟ لا هروح اكون حالي وهعمل لي. وانت هنا مش هتعرف تكون حالك يعني ولا انا ايه؟ مكون حالي ب 3000 جنيه وعلى قدك. 3000 جنيه اعمل بيهم ايه؟ ماشي يا عم. 3000 جنيه يعني انا لو هقبض هناك 25، 3000 جنيه يعني الشهر اللي هناك بقى انت سنه. هناك هتصرف ايه يعني 25؟ لا هناك بقى هقضيها، هناك هقضيها 3 سنين، وهكلمك هناك بقى فيديو كول وكول على الماسنجر، وهيبقى معايا خط وهرن عليكي دولي وهنشوف الدنيا. عاوز ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ اتكلم بجد والله. يعني انت مسافر بجد؟ خلاص قررت يعني انت مسافر وبتعمل كام الباسبور كام من غير ما تقول لي انت خلاص مسافر خلاص رحت ولا يوم ايه؟ الاربعاء اللي فات، عملت الاجراءات بتاعته، عملت فيش وتشبيه وصورت نفسي انت جاي تفاجئني يعني؟ ما هو دي مش ديت المصلحه ليا وليكي، مش دي مصلحتي انا وانتي. انت خلاص قررت وجاي تفاجئني. مش طب جاي كنت افاجئك، قلت انا لي جاي ليه؟ افرحك. لا كنت اتصلت بيا هناك وانت في تركيا كنت وريتني. كنت قلت لي. هو انا بخبي عليكي حاجه؟ لا طبعا كنت اتصلت بيا وانت في تركيا. لما رحت كنت خلاص رنيت وانت في تركيا قلت لي انت ما انا في بترديش تركيا على يا ارقام حبيبتي. غريبه، انا ما في بترديش تركيا. على ارقام غريبه. ما عادي كنت بعتلي على الماسنجر تقول لي انا في تركيا. خلاص بقى انت بتتكلم من دماغك.
ازاي بقرر من دماغي؟ يعني انا خلاص ماليش لازمه ان انت تاخد هو انت رأيي. انت خلاص انت هتقعدي انت 4-5 سنين علشان انا اعرف اكون نفسي. ماشي. وفي انت الاخر خلاص انت رحت عملت بتقول باسبور ورحت مش عارف عملت ايه وكل ده من غير ما اعرف. اللي هو انا عادي رأيي ما يهمكش، فربنا معاك يا حبيبي. روح طب انا اول ما اطلع الباسبور يا بوسي انا اروح احجز في طياره بكره. ماشي يا حبيبي، روح ربنا معاك. اروح ربنا معايا. طالما انا مش فارقه معاك وانت خلاص يعني هتخلى عني وكمان تقعد 3 سنين، فاللي هو انا مش فارقه معاك ان انت تقعد 3 سنين من غير ما تشوفني. خلاص وقررت من دماغك اروح. ايوه خلاص يا حبيبي. مش انت قررت من دماغك وبتقول عملت الباسبور؟ يعني انت هتقدري تعيشي من غيري اسبوع حتى؟ طب ما انت مش انت وبتلعبي في الدبله ليه يا بوسي؟ بتفكري في ايه؟ بتفكري في ايه؟ ماشي. معلش، هو انت يعني لما تسافر 3 سنين مش فاهمه واللي انت هرجع اتجوزك على طول. بجد؟ كنت تتجوزني؟ هو انا لو قعدت اشتغل الشغلانه اللي بشتغلها دي، ماشي. هو انا لو قعدت اسمعي انا هتجوزك في قد ايه؟ هما ال3 سنين بس في فرق. بس في فرق ان انت تقعد 3 سنين وانت جنبي، وفي فرق تقعد 3 سنين وتبقى سايبني ومتعرفش اي حاجه عني. لا مش هبقى سايبك، هبقى جنبك دايما. تبقى جنبي بس دايما. انا دلوقتي اللي شاغلني حاجه واحده. افرض حصل لي مشكله او حصل لي اي مصيبه، مين اللي هيبقى جنبي؟ شاغلني كلمه واحده انت قلتيها، روح سافر ربنا معاك. ايه الكلمه دي؟ طيب مش انت اللي قررت؟ مش انت اللي بتقول هروح اسافر وعملت الباسبور والورق؟ خلاص يا حبيبي هروح مش اسافر. انت اللي قررت؟ بصي انا كنت فاكرك هتمسكي فيا انا وانا مسافر ولا ليه. كنت فاكرك هتقولي لي انا معاك هستحملك. بجد هكون معاك وهستحملك 3 سنين؟ انت بتتكلم في ايه؟ خلاص يا بوسي خلاص. استنى خلاص هو انت بصي تعمل عليها حوار وفي الاخر تيجي تقولي خلاص يا بوسي. خلاص يا بوسي خلاص. هو انا لو بعدت عنك شهر، لو بعدت عنك شهرين، لو بعدت عنك 3 شهور هيبقى بالنسبه لك عادي. حبيبي دي حاجه في مصلحتك وانت اللي مقرر. هذا المصلحتك. ايوه مش انت اللي مقرر، يبقى انت عارف مصلحتك وانت اساسا بتقولي كده وخلاص. مش انا مصلحتي ومصلحتك واحد؟ ماشي. وانت بس ايدك كده عشان انت كنت بتلعبي في الدبله. ايه يعني رحت 3 سنين كنت هقلعها واديها لك على فكره. او انا كنت تروح 3 سنين تركيا والله اعلم كنت هتعمل ايه هناك اصلا. لا دلوقتي. وانت كنت هتقعد سايقني 3 سنين هناك. لا هو انت كنت هتقعد سايقني 3 سنين هناك يعني؟ هو بنات تركيا جامدين وكل حاجه، بس انا ما يملاش عيني غيرك. بس اللي انا شفته دلوقتي منك ان عادي. طيب وانت عايز تروح تسافر تركيا يا ابن الحلال وترجع تلاقيني مستنياك؟ ده لو ما كنتش خلفت واتجوزت يبقى حبيبتي انت عارفه المشكله في ايه؟ المشكله في ايه؟ انت عارفه المشكله في ايه؟ انك صدقتي اللي انا هبعد عنك. يا ابني انا استغربت، انا اتصدمت يا عم. انت بتقولي ان انت مسافر ومش مسافر. طب انت كنت هتقلعي الدبله عشان تديها لي صح؟ كنت هقلعها بس انا عشان مش هتقلع. خد يا حبيبي خدها. حطيها في ايدي. لا خدها. اول مره في حياتي احس ان انا عادي بالنسبه لك، ان والله انا اروح واجي عادي يا بالنسبه لك. عبدو، ما انت مش انت اللي بتقولي، مش يعني انت اللي جاي تقولي على اساس انت مش قادره تقولي لي طز لا، في السفر. على فكرة اسكتي. اسمعني. على اساس انت مش قادره تقولي لي طز في السفر، عبدو. طز في اي حاجه، طز في اي حاجه. المهم يا عم عبدو. يا عم طز في ال25 اللي انت هتاخدهم هناك. يا عم ال3 انا راضيه بيهم، ولو هنتجوز في اوضه اوصلك المفروض تقولي لي كده ولا لا؟ ردي. مش يا عم مش تمسكي لي الدبله وتقعدي ما هو انت تلعبي لي انت فيها. عصبتني. ما انت بتقولي حضرت الباسبور خلاص ومش يا عارف بوسي، ايه حصل وخلاص خير. وقررت وهسافر. حصل خير. طب ما انت بتقولي قررت يا ابني، حصل. همسك فيك ليه؟ ما انت انت قررت من دماغك حصل خير يا بوسي. وانت جاي تفاجئني وتقولي عملت الباسبور وخلاص هسافر. وعلى العموم بس انا بصور. طب ما انت وعلى العموم انا بصور، وقلت في اول الفيديو يا جماعه انا هعمل مقلب في بوسي وهشوف بجد هي بتحبني ولا لا. بس انا اكتشفت ان انت عادي بالنسبه لك ان انت. هو ايه اللي عادي يا جماعه دلوقتي؟ هو دلوقتي واحد خلاص قرر من دماغه. انت قررت من دماغك يا عبدو. اللي مضايقني اللي هو جايب اللوم عليا، هو اصلا قرر من دماغه. خلاص يا بوسي. هو ايه اللي خلاص يا حبيبي؟ انت دلوقتي واحد جاي بتقولي انا خلاص قررت وعملت الباسبور عايزني امسك فيك اقول لك ايه؟ مش فاهم. قلت لك انا بعمل الباسبور.
لا قلت لي خلاص انا رحت وعملت مش فيش وتشبيه وعملت قلت لك مش عارف ايه. اجراءات الباسبور، اجراءات طيب الباسبور. ما انت ما عرفتنيش. هو الباسبور دوت هو لما اجي المفروض اخده. لما صاحبك يقول لك حاجه شبه كده وانت خلاص بتفكر تروح او ما تروحش، مش المفروض تيجي تقول لي اولا صاحبي ما قاليش، ثانيا اساسا الحوار دوت كان هيحصل بالظبط من 5 سنين، ان انا كنت هسافر تركيا، بس ما رضيتش اسافر عشان فكرت في حاجه واحده بس، فكرت في امي وابويا واخواتي وقعدتي على القهوه واصحابي ولمتي. هناك انا مش هلاقي لمه، هناك شغل بيت شغل يعني بيت. انت مسافر برضه ولا مش مسافر؟ مش فاهماك. مسافر ولا مش مسافر؟ بلاش تتوه الكلام بالله عليك. والله بلاش تتوه الكلام، بلاش تتوه الكلام علشان خلاص يا بوسي. ماشي انت دلوقتي ماشي خلاص يا بوسي انا انت لو دلوقتي سبتك بتصور. بص يعني انت دلوقتي بتصور بقى. انت بتكذب ولا انت يعني مسافر فعلا؟ لا يا حبيبتي انا بحور، عشان انا قلت في اول الفيديو يا جماعه انا هختبر بوسي بتحبني بجد ولا ما بتحبنيش، وعادي تسيبني وامشي. فاصبح ان دلوقتي ايه؟ ثواني بصلي كده، بصلي. هو انت شايف في عيني ايه؟ شايف في عينك انك بتحبيني. طب امال ايه بقى؟ بس مش ماسكه اختبرها فيا، وما اختبرهاش. بس مش ماسكه فيا. طب ما انا امسك فيك ليه؟ ما انت يا ابني وانت مكرر، طالما انت خلاص عادي بالنسبه لك ان انت تبعد عني، انا مش هبعد عنك ليه؟ جماعه انتوا دلوقتي استنى عشان انت بتعصبني. اسكتي دلوقتي يا جماعه استنى عشان انت بتعصبني. دلوقتي يا جماعه هو اساسا خلاص قرر وقال ان هو هيسافر، وعادي ان هو يسيبني ويمشي و3 سنين كمان. عايزني انا اللي امسك فيك؟ اذا كان انت بايعني وهتسيبني وتمشي انا اللي همسك فيك؟ يا عبدو خلاص يا عبدو بقى حبيبي. خلاص يا بوسي، خلاص بعد ما خلاص حسيت قلبي حس ان انا لو بعدت عنك، يعني انا دلوقتي لو اقول لك ايه، يعني انت لو سافرت اسبوعين. عبدو انت اللي بتقولي الحوار ده، عارف ان انت اساسا انت اللي هتروح وهتسافر. هو انت لو جيت قلت لي بصي انا ابعد عنك وما بقتش بحبك، هو انا همسك فيك؟ ماشي ما ترد. انت لو جيت قلت لي ان انا دلوقتي وشك بصي انا لا مش همسك فيك على فكره، اقسم بالله والمصحف همسك فيك عشان انت اللي مقرر ان انت تبعد عني. طب دلوقتي يا بوسي انت دلوقتي هتبيعني انا همسك فيك ليه اصلا؟ انا دلوقتي يا بوسي مش عايزه. وانت مش عايز عشان انت زعلان انا دلوقتي مش عايزه. ماشي يا عبدو. عايز هيك. عملت لك ايه يا ابني؟ هو انت تحور الحوار وترجع تقلبه على دماغي؟ المفروض انا اللي ازعل واتضايق ان انت بتعمل عليها حوار. انا اللي ازعل واتضايق ان انت ما مسكتيش فيا على الاقل. طب خدني لا معاك. انا اللي لاحق ازعل عشان انت بتعمل كل شويه تحور عليا. استنى على الاقل تقولي لي طب انت هتروح تسافر دي مصلحه ليك. طب انا مش هقدر ابعد عنك يا عم، انا هنزل اعمل باسبور وهنروح ونزلي دمعتين بقى يا حرام حبيبي. انت اساسا اللي مضايقني ومغيظني ان انت اللي مقرر. خلاص قررت يعني ما جيتش قلت لي حتى بصي انا في قدامي موضوع وان هو كويس بالنسبه لي وعايزه اخد رايك واشوف رايك ايه والموضوع ده حلو بالنسبه لي ومش عارف. ما انت ما جيتش قلت لي الكلام ده، انت خلاص جيت صدمتني على طول اللي هو بصي انا مسافر. ايه بصي انا مسافر دي؟ خلاص هو انت قررت من دماغك؟ حصل خير بجد؟ طب ماشي انا المفروض ازعل واتضايق على فكره، ومش كل حوار تيجي تعمله تقولي بصور. على فكره افصل بقى حياتنا الشخصيه بين التصوير عشان بدات اتضايق. كنت عايز اوصل بس حاجه للمتابعين. ماشي وصلتها ونقفل الكاميرا بقى. هم قفلها. بصوا يا جماعه، بصوا لما عرفت ان انا قررت من دماغي وان انا حتى ما قلت لهاش على الحوار دوت، هي قالت خلاص بقى حتى لو انا مسكت فيه هو هيسافر عشان هو عمل الاجراءات بتاعت الباسبور. فهو ده كان تفكيرها ساعتها. بس انا عارف هي بالنسبه لي ايه وهي عارفه انا بالنسبه لها ايه بقى ايه. كنا على قلبنا محزنه من شويه وبعدين لا ما تعيطيش تاني. عشان انت كل فيديو بجد ليك تعيطني. خلاص بقى ماشي اوعى انت يعني مش عارف ان انا بحبك يعني تقولي ما مسكتش فيا. هو انا لازم امسك؟ ما انت اللي بتقول قررت ضحكت. ماشي ما تتريقش على كلامي بعد اذنك. مسامحاني؟ المسامح كريم. لا كريم